إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول ربنا عز وجل: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ويقول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. في هذا اليوم 3 من رجب الحرام لعام 1440 تقوم طائفة الإجرام الحوثية باغتيال الشيخ الذي نرجو له الشهادة، أبي مسلم أحمد بن محمد بن حسين المجاهد بن يحيى الحجوري الزعكي رحمه الله تعالى. وهذه الميتة التي نالها هذا البطل ميتة كريمة، نسأل الله عز وجل أن يكفر بها سيئاته وأن يرفع بها درجاته. وحياته حافلة بالعطاء، منذ كنا صغارا نلعب وفي الكتاتيب ندرس، فلما كان منتصف عام 1417 وفي شعبان منه وفقنا الله عز وجل للهداية إلى سبيل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأنا سويا كتاب صفة صلاة النبي للألباني، وقرأنا كثيرا من زاد المعاد، وقرأنا جل منهاج القاصدين لابن قدامة وغير ذلك من الكتب، وكنا نتزامل على طاعة الله عز وجل. ثم تعلمنا الخطابة وكان يخطب للناس حتى كنا في منتصف ذي القعدة من نفس العام، وتوجه إلى مدينة الحديدة لطلب العلم الشرعي حين ذاك، ثم دل على دماج. وكان في صحبته في تلك الرحلة أخونا محمد الزعكري المكنى بأبي الدحداح سابقا، وودعوني في مطار الحديدة وأنا متجه إلى حج بيت الله الحرام. ثم لما رجعنا من الحج بفضل الله ونسأله القبول، نزل لزيارة البلاد أخونا الشيخ أبو عمرو عبد الكريم الحجوري العمري، وقام بدعوة في منطقتنا بل في قريتنا، لأن المنطقة واحدة. ووفق الله المترجم له للرحلة معه في أواخر ذي الحجة من هذا العام إلى دار الحديث السلفية بدماج، ملتحقا بشيخها أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي. ثم إنه كان حريصا على لحاق بهم، فكان ربما يرسل إلي الرسائل المبكية ويقول: ادرك هذا العالم قبل أن يموت، فإنه في أواخر أيامه. ثم رجع إلى البلاد زيارة مع أخينا أبي عبد الرحمن محمد الزعكري، وكان العزم منهم أن أكون معهم إلى دماج. وفعلا كانت أول زيارة في أوائل سنة 18 400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله كان في ربيع الأول أو الثاني. ثم
من الله علينا بالالتحاق بدماج، وما زال مثابرا في العلم والدعوة، ورافق الشيخ يحيى حفظه الله في حراسته فترة من الزمن، ثم قدر الله عز وجل على أخيه محمد الصغير بحادث انقلب فيه، وكانت فيه وفاته. وكان الشيخ محمد رحمه الله شيخ الأسرة والعائلة في بلاد الزعاكرة، فلما قضي عليه بذاك رجع أخونا أبو مسلم رحمه الله إلى البلاد للقيام بأعباء القبيلة، وقبل ذلك بأعباء كفالة أيتام أخوانه، لأن له أخا كان قد قتل قبل ذلك، وأخوه هذا أصيب بحادث وليس في البيت إلا هو، وبقيتهم أطفال من الرجال والنساء. وبقي في البلاد قائما بشأن مشيخة القبيلة حتى كان الحصار الأول في دماج، حين اعتدى علينا الرافضة بالحصر والقتال، فما كان له إلا أن قفز قفزة الهزبر على الفريسة وغزاهم إلى منطقة بودوار، ووقعت هناك ملاحم قتل فيها قريب من 150 رجلا من بلاد حجور، وأضعافهم المضاعفة من الحوثيين البغاة المعتدين. وكان الفضل له بعد الله في إقامة هذه الجبهة التي خفف الله عن أهل دماج بسببها. وهكذا حين وقع من الحوثي الحصار الثاني على دماج عجز مشايخ القبائل أن يقوموا بما قام به، وكلما طلب إخواننا من أحد منهم أن يقطع الطريق على الحوثي حتى يفتح لأهل دماج كل يعتذر، فلما جاء الدور عليه قفز قفزة إلى منطقة فج حرب وقطع الطريق، واجتمع إليه الناس وقام بجبهة نفع الله عز وجل بها في حينه على قدرها، وحاول الناس معه في رفعها وبذلوا له المناصب والأموال وغير ذلك، فأبى إلا أن يرفع الحصار عن دماج. ولما كان في هذا العام ابتلي المسلمون في بلاد حجور كغيرهم بالحوثي، فقفز عليهم ظلما وعدوانا في وقت قد ظن الحوثي أنه اشترى جميع الولاءات بأمواله وسياراته الفارهات. فما كان من أخينا رحمه الله إلا أن أعلن النفير العام ودعا الناس إلى صد هذا العدوان والإجرام، فالتف الناس حوله، وصمدت بفضل الله القبيلة أكثر من 45 يوما، حتى وقع التخاذل بعد ذلك لسبب أو آخر، فسقطت العبيسة بعد أن قذفها الحوثي بكل ثقيل حتى الصواريخ البالستية المحرمة دوليا، وقتل وشرد. ثم جيش الجيوش لغزو أخينا إلى عقر داره، وفعلا حصلت خذيلة من كثير من القبائل حيث فتحوا له الطريق، وما زال يضيق الحلقة حتى إذ كان في هذه ال3 الأيام وصل بقوته وجحافله إلى حدود قبيلة الزعاكرة، لا سيما القرية التي فيها بيت أخينا وهي قرية النمغة، وكان فيها قلعة جدنا رحمه الله، وفيها نشأنا وترعرنا، فضربها بالصواريخ وغير ذلك من المعدات. فلما كان يوم الأمس أو الذي قبله 1 من رجب هجم على الحدود الجنوبية، وقتل في من قتل ابن أخينا عمر بن علي ابن يحيى رحمه الله،
ورفع درجته وأخلف أباه وأمه بخير، وأصلح ولده عبد الله بن عمر، وأسأل الله عز وجل أن يجعله عبد الله بن عمر في العلم والعمل. وكانت تسميته له بهذه التسمية لعبد الله بن عمر الصحابي رضي الله عنه. ثم لما كان يوم 2 من رجب من عامنا هذا اشتد الحصار على البلاد وضيق الخناق واقترب العدو مع كثرته، حتى أنهم قتلوا منه العدد الكثير، ومع ذلك كلما جاء أو كلما ذهبت دفعة جاءت أخرى. فلما كان من المساء قتل مجموعة من الرجال الأوفياء فرحمهم الله ورفع درجتهم. فلما كان من الليل من البارحة اشتد الخناق أكثر وأكثر، ورأوا أن لا مجال، وقد يهزم الشجاع وقد يخذل الكريم وقد يضطر الإنسان إلى اللئيم. تيقن أن الأسرة هالكة إن مضى في شأنه، فما كان منه إلا أن وافق على تسليم نفسه حرصا على بقية العائلة والأهل ومن إليهم، فأخذه البغاة وفجروا تلك القلعة مع داره وما حولها. فلما كان في الطريق وإذا بالخبر يأتينا على أنهم صفوه وقتلوه. فنسأل الله عز وجل أن ينتقم له ولجميع المسلمين الذين قتلوا ظلما وبغيا وعدوانا، ونسأل الله أن يرفعه منازل الشهداء، وأن يكون قد ختم له بالحسنى. والله لقد قام بمواقف طولية يعجز عنها كثير من الشجعان فضلا عن أكثر الرجال، ولكن لله عز وجل الحجة الدامغة، الحكمة البالغة والحجة الدامغة، إذ قضى عليه بما قضى وقدر. وقد سمعنا له قبل أيام كلمة نفيسة بين فيها فساد الدعوة الحوثية، وكان رجاؤه أن يتمكن من صد مغول العصر كما سماه، ولكن لله الحكمة. فأسأل الله أن يرحمه وأن يرفع درجته، وأحسن الله عزاءنا وعزاء أهلنا وعزاء جميع قبائلنا فيه، وأخلف الله بخير. ونسأل الله عز وجل أن يسلم بقية الأهل والعشيرة من بطش الحوثي، ونسأل الله عز وجل أن يرحمهم برحمته وأن يتولاهم، فإنه نعم المولى ونعم النصير. والله لقد ضاقت بنا الحال في هذه الليالي بسبب ما مر بهم، لكن نتأسى بما مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ بلغت القلوب الحناجر ويظن الإنسان بالله الظنون، إذ أننا لا ندري ما الذي حل وحصل. نتخوف على الأهل، نتخوف على الأخوة، نتخوف على العشيرة، نتخوف على الأعراض، ونتخوف على الدين، ولكن لربنا الحكمة البالغة يفعل ما يشاء، وما نحن إلا عبيد من عبيده، يستخلفنا في الأرض فمتى شاء قبضنا وردنا إليه على الطريقة الذي يرضى والطريقة التي يريدها، فإنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد. هذا ما أحببت أن نلقيه عليكم في هذا الوقت، والدعاء للمترجم له ولجميع المسلمين بالرحمة. وأما من حيث عمره رحمه الله فربما يكون في 45، وله من الأولاد مسلم وزياد، وما ندري ما الله فاعل بهما، وهل كان أحدهم معه أم لا، لكن نسأل الله عز وجل أن يتولاهم برحمته، والله المستعان، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وإن لله وإنا إليه راجعون.
لا نقول إلا ما يرضي ربنا مع حبنا له وحبنا لما كان يقوم به من النخوة والشجاعة والكرم والإقدام، والله المستعان. وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.